مرحبا بكم في حلقة جديدة. بزاف ديال الناس طلبونا نهضروا على الشقيقة، وهي اللي غادي نفسروا اليوم. الشقيقة هي واحد المرض كيجي فيه الدران ديال الراس مجهد وطويل، اكثريه في جهه وحده وكتجي معاه حتى الترويعه. هذا المرض كيجي للمراوات اكثر من الرجال، وكيقدر يكون مزمن الى فاتوا الاعراض 15 يوم في الشهر. الشقيقة ما عندهاش سبب بالضبط، ولكن كتطلع النسبة ديال المرض عند المراوات، خصوصا في الوقت ديال لي ريغل، الناس اللي عندهم شقيقة في العائلة، الناس اللي كيكثروا من الدواء ديال الحريق، وعاد الناس اللي عايشين في ستريس. بحال ديما باش نفهموا الاعراض اجي نفهموا شنو كيطرا في الجسم ديال الناس اللي فيهم شقيقة. الشقيقة بكاع الاسباب ديالها كتبدا بخلل ديال السينيال في الجدع ديال الدماغ، لو ترون سيريبرال، كيهيجوا الخلايا دقه وحده وكيأثروا على العروقه، على واحد العصب كاين في الوجه سميتو لو نير تريجومو. وهادشي علاش كيبدا الراس كيزدح، وموراها كيطفاو الخلايا ديال الدماغ، وهادشي علاش كتجي الدوخه، مشاكل في النظر وتنمال ديال اليدين. دابا اجي ندوزو المراحل اللي كيدوزو على المريض. اول وحده كتبدا بين ساعتين ويومين قبل من الدران ديال الراس، وكتجي عند 60% ديال المرضى. في هذه المرحله كيتبدل المزاج والكرش كتبدل ما بين السهله والقبض. موراها كتجي مرحله ديال اللغه، وهذه كتقيس 15% ديال المرض وما كتفوتش ساعه. اللغه هي واحد الاحاسيس كيجيو قبل من الشقيقه، ومنهم التنمال، الدوخه، حفرات اولا ضواو في النظر وتصفر في الودنين. مورا هاد اللغه كتجي مرحله ديال حريق الراس، وفي الاغلبيه كتجي في جهه وحده، وكيتزاد الصداع في الراس بشويه بشويه حتى كيوصل الجهد ديالو على طول 4 حتى ل 72 ساعه، وكيجيو معاه الترويعه، الرده، الدوخه، وكيولي المريض كيضرو اي صوت، الضوء اولا الريحه. وهادشي علاش شي وحدين كيبداو يقلبوا على بيت مظلام وما فيه الصداع. امور صداع الراس كتجي مرحله اخرى اللي كيحس فيها المريض انه عيان بزاف ودايخ. الا شكيتو في الشقيقه كنصحوكم تشوفوا الطبيب ديال الراس، وباش يدير التشخيص ديالو غادي يسول اسئله مهمين على الدران ديال الراس، ويقدر يعطي التحاليل ديال الدم وسكانير اولا الراديو الكبير على حساب الحاله ديال المريض. منين كيتحط دياغنوستيك كيعطي الطبيب الدواء اللي مناسب. كاين دوايات اللي كيحبسوا الشقيقه، وكاينين دوايات اللي ما كيخليوهاش تجي، والمريض خاصو يبعد على اي حاجه كتجيب ليه الدران ديال الراس، حيت الا قدر يبعد عليهم غادي يقدر يتحكم في الشقيقه ديالو في فابور. تقريبا 40% ديال الحالات ديال الشقيقه ما كيتجاوبوش مع الدواء، وإلا فات الدران ديال الراس 3 ايام كيخص المريض يمشي للمستعجلات باش تما يحاولوا يتحكموا فيها. كنشكركم على تتبعكم الحلقه، وما تنساوش تابوناو وتابعونا في فيسبوك وانستغرام، وخليو لينا كومونتير لتحت الا عندكم شي سؤال او اقتراح.